الآلة وتربح أنت كبشر. مرحبا بكم في حلقة جديدة من البودكاست ديالنا أفكار تصنع الغد، حين نغوص في عمق التطورات التكنولوجية وكنفك التأثيرات ديالها على الحياة ديالنا والمستقبل ديالنا. أنا إبراهيم، واليوم غادي نناقش موضوع ربما كيبدو وكأنه قادم من أفلام الخيال العلمي، لكنه يبقى حقيقة واقعية. الروبو تاكسي، سيارة أجرة كتخدم بلا سائق، كتعمل بالذكاء الاصطناعي، كتخرج من مركز الشحن، كتجول في المدينة، كتنقل الركاب، وفي الآخر كترجع للشحن دون أن يلمسها بشر بطبيعة الحال. هنا ربما تعتقد أن الفكرة ما زالت بعيدة عن الواقع، ولكن في الحقيقة أن شركة تسلا قيادة المثير للجدل والابتكار إيلون ماسك عرضت النموذج الأولي لهذه السيارة، وأسواق المال ردت بشكل فوري. سهم تسلا ارتفع أكثر من 11% في يوم واحد فقط، وهذا بطبيعة الحال رفع ثروة ماسك بحوالي 19 مليون دولار هنا. لكن لحظة، هل الموضوع فقط هو حول سيارة جديدة أم أن هناك تحولا جذريا في مفاهيم العمل والدخل والتكنولوجيا؟ خلينا نفكر قليلا. ماسك ما كيعطيك السيارة فقط، ولكن كيعطيك فكرة أنك تمتلك سيارة وتدخل عليك دخل كبير وأنت في راحة. سيارة كتعمل لك أصل استثماري رائع، كتدخل التطبيق، كتفعل وضع الروبوت ديال الطاكسي وكتذهب للعمل ديالك ولا تبقى في الدار، وهي كترجع لك بالدخل آخر يوم. في المقابل مئات آلاف سائقي طاكسي الأجرة حول العالم سيتأثرون. هل نحن أمام بداية نهاية مهمة السائق، ولا يصبح الذكاء الاصطناعي هو العامل الرسمي في مدن المستقبل؟ هذا المشهد يعيد تعريف مفاهيم كثيرة وكثيرة. من يصنع القيمة الآن، المهارة ولا الذكاء ولا الخوارزميات؟ هنا كيبقى واحد التساؤل الأخير: واش نحن مستعدون لتسليم مفاتيح حياتنا للآلة؟ وهل يمكن أن نكون جزء من هذا المستقبل بدل أن نصبح ضحاياه؟ أنا إبراهيم، وكانت هذه الحلقة اليوم من البودكاست ديالنا حول أفكار تصنع الغد. إلى اللقاء في حلقة قادمة، حيث الفكرة كتصنع الفرق.